السلام والاحترام أصدقائي الكرام. فتاة صغيرة تتقن اللغة العربية كما لا يتقنها الوزراء والمسؤولون السامون، وهذا ما سنشاهده في هذا الفيديو إن شاء الله. شاهد معنا الفيديو إلى النهاية ولا تنسى الإعجاب والاشتراك إذا أعجبك المقطع. فيا مرحبا بكم. بعد إلغائه تجريم الزنا، وزير العدل المغربي متهم بإهانة المغربيات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وبدأت بالتأليف، وما ألفت كان من كتاب المتنبي من الشعر كفى بجسمي نحولة. وأنا قلت كفى بجسمي مرضا، أبلى علي المرض فلم أعد مذكورا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا يعتز بها، يعني لم يدرسها، يعني لا يعرف بأن فيها كلمات معجمات رائعة، بأن فيها كلمات يعني جميلة لا توجد في اللغات الأخرى. فيها آخر من كتابه العزيز: ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وعند ربكم تختصمون. ده الأستاذ ده فصاح. ايه واد الثقافة اللي حطت عليك فجأة دي؟ ده انت كنت تافه ما تعرفش الألف من قوس الدور، انت جبت الكلام ده منين؟ فقط سأقول له نصيحة بأن اللغة العربية هي لغة القرآن، وبأنها أفضل لغة يمكنك أن تتعلمها ولا تمل منها، فمعجماتها لا تنتهي فهي كثيرة. التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. يا سلام يا سلام، أنت رائعة يا زينب. أنت في كم عمرك يا زينب؟ 8 سنوات وقليل من الشهور. فضل اللغة العربية علي بأنها يعني علمتني الكثير. علمتني أولا كيف أقرأ القرآن يعني بطلاقة هكذا، وبالقراءة بها، وأيضا هي لغة يعني القلب عندما يتكلم بها يعني يكون رائع. وفضلها علي بأني تعلمت لغة الجنة، ليس فقط عندما إن شاء الله عندما أدخل إلى الجنة أتعلم يعني أتكلم بها. فيها يعني أدب، فيها قوة، يعني عندما تريد أن تتكلم تدافع على حقك تجد الكلمات التي بإمكانها. طيب زينب، هل تحبين أن نتحدث بالفصحى أم أتحدث بالعامية؟ الفصحى. لماذا؟ يعني لأن العامية لغة، هي لهجة ليست لغة. من الشعر أو أنك تكتبين الشعر؟ نعم أكتب الشعر. ماذا كتبت؟ كتبت: كنت مريضة ولم أذهب إلى المرضى، أنا على الفراش أتدهور وأنتم تمرحون. جميل. شعر طفولي، وما حدش ولا شاعر يطلع يقول لي بحر وما زبطش والوزن لا لا لا. دول واعيين مع دول، ودول مش طايقين دول، دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول بقى اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول يسكتوا. لا يا سلام. الموضوع فيه شوكولاتة، والموضوع فيه انه صحباتها واخوانها واللي حواليها بيغاروا منها وهي مريضة طريحة الفراش يا حرام زي. يعني البعض يتحدث باللغة الإنجليزية وهو يعيش في بلد عربي، ينطق بالعربي في كل مكان. اللغة أقرأها، أحب القراءة كثيرا، خاصة يعني النصوص ليست الشعر بل هو شبيه بالشعر يكون رائعا. وأحب القراءة والكتابة، فبالكتابة أستطيع أن أعبر على مشاعري وهكذا. هل هناك أنشطة؟ هل هناك ما تتميزون به نحن لا نعرفه؟ نعم، مثلا عندنا بعض الأنشطة. عندي أنا وأخي، أنا يوم الأربعاء أتعلم اللغة العربية مع أستاذ للتعليم العتيق، يعني هو أستاذ رائع يعلمني أشياء جديدة، يراجع معي، يعلمني كلمات جديدة، يعني كلمات رائعة. علمني شيئا لكن نسيته، ولكن ما زلت أتذكر معناه وما فيه من الكلمات. جميل. ليه دول ما يوقفوش مع بعض لا مؤاخذة قدام دول وقفة راجل واحد؟ والله يا عبد الجليل ده لا اكتر واحد بيفهم فيكم، طلعت طميح. سيبك من دول سعادتك، خليك معايا انا. اقول يا باشا اقول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. اللهم صل على النبي. الأستاذ لجل بختك مركز أوي النهارده. أيوة. ماذا أقول؟ ماذا أقول وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ثم دعوني أتساءل: هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا، فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة: ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.